قبل ما نبدأ الفيديو، لو في أي حد صغير قاعد جنبك ممكن تقوم من جنبك، لأن اللي هيتحكي في القصة دي أكبر من إن أي حد صغير يسمعه. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نخش في تفاصيل القصة. سنة 2005 حصلت جريمة من أبشع الجرائم اللي محدش يتخيلها. مذبحة راح ضحيتها 10 أفراد من قرية شمس الدين. القرية دي تابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا. ال3 عائلات دول أو ال10 أفراد كانوا مقتولين جوه بيوتهم وعلى سرايرهم بطريقة مرعبة، واللي كان مخيف ومرعب من كونها جريمة قتل إن ال10 أفراد دول اتقتلوا بنفس الطريقة. والأغرب الحاجة اللي لقوها جنب كل جثة واحد فيهم، وده اللي خلى القضية تتحول من جريمة عادية للغز حير أجهزة الأمن. في محافظة المنيا في قرية اسمها شمس الدين تابعة لمركز بني مزار. القرية دي معظمهم عائلات بيناموا بدري في بداية الليل وبيصحوا مع طلوع الفجر علشان يشوفوا أحوالهم. وفي ليلة 29 ديسمبر سنة 2005 أهل القرية قعدوا في بيوتهم بدري عشان كان الجو برد، وكانت كل شوارع القرية ظلام وهدوء تام، يعني زي أي ليلة عدت قبلها. ومع طلوع الفجر نزل أبو بكر عبد الحميد اللي عنده 34 سنة من بيته كالعادة علشان يقعد في المسجد ويستنى صلاة الفجر، وبعدها يطلع على شغله لأنه كان شغال في فرن من أفران القرية. وبعد الصلاة يتفاجئ أبو بكر إن أخوه ما جاش لصلاة الفجر، لأنه كان متعود دايما إنه يصلي معاه. خلص أبو بكر الصلاة وراح لبيت طه علشان يشوفه ما جاش الصلاة ليه، وقال يمكن تكون مثلا راحت عليه نومة ولا حاجة. وبيت طه كان جنب بيت أبو بكر بالظبط. خبط أبو بكر على الباب مرة ومحدش فتح، وخبط تاني برضه ومحدش فتح. بعدها أبو بكر فتح الباب بالمفتاح اللي كان معاه، وهنا كانت الصدمة. أول ما فتح الباب اكتشف إن والدته ميتة وغرقانة في الدم وأحرقها كلها بره. اتفزع وجري على أوضة أخوه طه علشان يحكي له اللي حصل. يتفاجئ كمان إن أخوه طه مقتول بنفس الطريقة وزيادة. كانت راسه مهشمة ومذبوح من رقبته وأعضائه التناسلية مفقودة. من شدة الصدمة أبو بكر ما استحملش وجاله انهيار عصبي، وفضل يصرخ بعلو صوته لحد ما فقد الوعي جنب أوضة أخوه. الناس بدأت تتلم حوالين بيت أبو بكر بسبب الصراخ اللي كانوا بيسمعوه، وده لأن طبيعة القرى والأرياف الناس بتصحى بدري، فكان عدد الناس اللي اتجمعت عند البيت كبير جدا. ولما دخلوا البيت لقوا إن أبو بكر من كتر الصويت دخل في غيبوبة. وفجأة الناس تسمع صراخ تاني من البيت التاني اللي جنبهم، وده كان بيت سيد محمود عبده، متجوز من واحدة اسمها صباح عبد الوهاب ومخلف منها 5 أولاد. طفلة صغيرة اسمها فاطمة عندها 5 سنين، وزينب وأم هاشم ومنى. أسرة عم سيد أسرة فقيرة عايشة في بيت متكون من دورين من الطوب الني. الأب والأم والطفلين الصغيرين كانوا بيناموا في الدور اللي تحت، وزينب وأم هاشم ومنى كانوا بيناموا في الدور اللي فوق. نزلوا البنات علشان يصحوا ابوهم ويقولوا له اللي حصل في الشارع، بس للاسف اكتشفوا ان ابوهم كمان ميت بنفس طريقه طه، وكمان والدتهم كانت ميته بنفس الطريقه. ده غير ان فاطمه واحمد برضه مقتولين بنفس الطريقه المرعبه. ومن وقتها الرعب بدا يدب في كل قلوب الناس اللي كانوا واقفين. اهل القريه ما كانوش فاهمين اللي بيحصل، وما كانوش فاهمين مين يقدر يعمل كده ويقتل عيلتين بنفس الطريقة. في نفس اللحظات دي ظهر طفل اسمه محمود يحيى. محمود كان طالب في الإعدادية، كان صاحي بدري علشان يروح مدرسته زي كل يوم، لكن في الليلة اللي قبلها كان بايت عنده جدته ونسي ياخد معاه كتب المدرسة. محمود لبس هدومه وراح البيت علشان ياخد الكتب ويتكل على الله، لكن وهو في طريقه للبيت شاف الزحمة اللي كانت في بيت عم سيد وطه. محمود ساعتها سمع من الناس إن في ناس اتقتلت وماتت، وما كانش فاهم هو في إيه. بعد ما وصل البيت لا أبوه اللي هو عنده 35 سنة يحيى أحمد أبو بكر، وأمه نعمات علي محمد 25 سنة، وإخواته محمد 3 سنين وأسماء ما كملتش سنة، مقتولين في سرايرهم بنفس الطريقة الوحشية اللي كان مقتولين بيها ال6 ضحايا اللي فاتوا. محمود للأسف انهار من الصراخ والعياط لحد ما جات له سكتة قلبية، وللأسف التحق بنفس أفراد أسرته ومات. أهالي القرية عرفوا وراحوا بسرعة على بيت الأستاذ يحيى، وشافوا المنظر بيتكرر للمرة الثالثة بين عائلات ملهاش علاقة ببعضها. بكده وصل عدد الضحايا ل10 أفراد ميتين بنفس الطريقة ونفس الشكل. بعد وصول رجال الشرطة للمنطقة اللي حصل فيها ال3 جرائم ودخلوا بيوت الضحايا وشافوا الجثث، أول حاجة لاحظوها إنهم لقوا حمام مذبوح جنب كل جثة واحد منهم. والأغرب كمان إن الحمام كمان راسه مقطوعة، والرؤوس دي ملهاش أي أثر في مكان الجريمة. ساعتها رجال الشرطة قالوا إنهم قدام جريمة فريدة من نوعها، لأن عمرهم ما شافوا زيها قبل كده. والأغرب كمان إن تم بتر الأعضاء التناسلية لل10 ضحايا، حتى الأطفال
حصل فيهم كده. كمان كل جثة من الذكور جنبها حمامة من الذكور، وجنب كل جثة أنثى جنبها حمامة أنثى برضه. والأسر اللي اتقتلت دي ملهمش علاقة ببعض، يعني حتى مش قرايب ولا أي حاجة. كل اللي كان بيربطهم ببعض إنهم ساكنين في شارع واحد. اللي عقد الأمور دي كلها إن ما كانش بين الأسر دي ولا حتى أهالي القرية كلها أي خلاف أو مشاكل. ففكرة إن يكون ده انتقام مثلا دي فكرة مستبعدة. حتى فكرة السرقة بعيدة جدا، لأن كل ممتلكات الأسر دي كانت في مكانها وكاملة. فالسؤال اللي هسأله هنا، يا ترى إيه اللي خلى المجرم يقتل الناس دي بالطريقة البشعة؟ تحقيقات النيابة والبحث الجنائي وتقارير الطب الشرعي أثبتوا إن الضحايا ماتوا نتيجة كسر في عظام الجمجمة أدى لهبوط في الدورة الدموية، والسبب ضربة قوية عجبها أكتر من مرة. ده على الرغم إن الجاني عارف إنهم ماتوا من الضربة دي، إلا إنه كمل واستخدم سكينة وعمل قطع عرض من منتصف الزور لحد الرقبة، وبعدها قطع طولي من بداية الرقبة لأسفل البطن. بنفس الأداة دي فصل الأعضاء التناسلية للذكور. والحمام اللي كان جنب الجثث كان مسروق من بيت ضحية منهم، وهو بيت الأستاذ يحيى أبو محمود. ده معناه إن الجاني عدى على بيت أستاذ يحيى الأول، موت الأفراد وأخد الحمام وفصل راس الحمام، وبعدها راح على البيتين التانيين. غالبا الجاني كان محدد عدد الأشخاص اللي هيقتلهم كمان، وكان محدد هيقتل كام ذكر وكام أنثى. رجال الشرطة بدأوا يدوروا ويفتشوا في أسطح بيوت القرية على أمل إنهم يلاقوا دليل. لقوا فردة جزمة رجالي، ومن الواضح إنها وقعت من رجل المجرم وملحقش يرجع يلبسها. الشرطة وقتها استجوبت 35 شخص من القرية، ده غير قرايب الضحايا، واللي أكدوا إن مفيش أي حد من القرية ممكن يكون مشتبه فيه. ده حتى بنات عم سيد أكدوا إن هم ما حسوش بأي حركة وهم نايمين، رغم إن الجاني عدى عليهم هو الأول من خلال السطوح. والجاني كان بيتنقل عن طريق الأسطح، فكده عدى عليهم مرتين من غير ما يحسوا، وده كان دليل على إنه مجرم محترف. لكن برضو أيا كان المجرم، ايه اللي يخلي المجرم يبقى كده بالوحشيه دي؟ القضيه انتشرت وقتها وبقت قضيه راي عام، وتقريبا تم تحديد وقت الجريمه دي، وهي كانت من الساعه 1:30 صباحا لحد الساعه 2:30. طبعا دخلوا في التحقيق كل الناس اللي عندهم سوابق اجراميه، واللي كانوا اكتر من 300 شخص. نصبوا اكتر من كمين على مداخل ومخارج المنيا، والامن كله كان حوالين قرية شمس الدين كلها. فضل الوضع على كده لحد ما الداخلية كانت قربت تفقد الأمل، وساعتها قرروا إنهم يدوروا بين المرضى النفسيين اللي كانوا موجودين في القرية. يمكن مريض نفسي يكون عمل كده، لأن الجريمة دي ما يعملهاش حد طبيعي أبدا. وفعلا تم القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم وحققوا معاهم. وبعد مرور 10 أيام من الجريمة تصدر وزارة الداخلية بيان رسمي إنه تم القبض على الجاني، وهو المدعو محمد عبد اللطيف. محمد هو من سكان قرية شمس الدين، عنده 27 سنة، بيعاني من مرض نفسي بيخليه يسرح ويتخيل حاجات مش حقيقية. واللي خلى الشرطة وقتها تشك فيه كلام واحد اسمه محمود عبد الوهاب، واللي قال انه كان في الغيط وقت الفجر ولمح واحد بيجري في الشارع، واللي قدر يعرف بسبب العرجة اللي في مشيته ان ده محمد عبد اللطيف، لان محمد فعلا في اصابة في رجله وبيعرج. بس لما قعد يندع عليه ما ردش، على الرغم ان الدليل ده مش دليل كافي لأي حد. بس الغريب إن محمد أول ما الشرطة قبضت عليه اعترف بالجريمة، وقال إنه نزل لكل بيت من خلال أسطح البيوت، واللي قتلهم بنفس الطريقة اللي الطب الشرعي قال عليها. معظم أهل البلد ارتاحوا من الخبر ده لأنهم عرفوا الجاني. ومحمد اعترف إن وقت الجريمة الصبح كان في الغيط، وبعد ما رجع كل مع أهله وبعدها دخل ينام. وهو نايم جاله صوت في دماغه بيقول له روح اقتل يا محمد. وبعدها دخل على المطبخ وجاب سكينة وخرج على بيت أستاذ يحيى وقتله هو وعياله. ولما سألوه ليه عملت كده قال لهم إن في حاجة في دماغي قالت لي أعمل كده، وكرر الموضوع ده مع باقي الضحايا. بعد ما خلص جريمته رجع جري على البيت، واللي فتحت الباب وقتها بنت أخوه، واللي خافت جدا لما لقيت كل جلابيته دم. ولما بنت أخوه سألته قال لها إنه وقع ودخل ينام في أوضته عادي. الغريب إن أهل محمد أنكروا الكلام ده وقالوا ان مفيش حاجه حصلت زي كده. والغريب برضو ان محمد لما اتسأل عن الحمام وايه اللي عمل فيه كده ما ادهمش رد واضح، وقال لهم حاجه في دماغي قالت لي اعمل كده، مع ان ده اصلا كلام مش منطقي. وخصوصا لما قالوا له ليه ما قتلتش ال3 بنات اللي كانوا في الدور الثاني اللي هم بنات عم سيد، ما عرفش يرد. الشرطه برضو قالت ان مستحيل الجريمه دي يكون وراها شخص واحد، لان كل حاجه ساعتها كانت مترتبه كويس جدا، حتى استئصال الاعضاء التناسليه. بعدها الحكومة قالت لمحمد يمثل الجريمة، وبالفعل مثل الجريمة وطلع رؤوس الحمام المدفونة
بس ما كانوش كاملين، لان برضو اغلب الناس ما كانوش مصدقين ان محمد يقتل ويعمل الجريمة دي. علشان كده وقتها تقدم 21 عضو من اعضاء مجلس الشعب لطلب استجواب وزير الداخلية وقتها بخصوص الحادث، وانعقدت جلسة مدتها 4 ساعات وانفضت في النهاية على ولا حاجة. مع الوقت انتشرت اشاعات كتير تخص القضية، منهم اللي قال ان ورا الجريمة دي تجار اثار كبار، وناس تاني قالوا انها عملية كبيرة لتجارة الأعضاء. وكتير جدا من الصحفيين وقتها أيدوا النظرية دي. الصحفيين سألوا أهل القرية وعرفوا منهم إن في عربية إسعاف جت القرية قبل الجريمة بيوم، خدت منهم عينات دم بغرض عمل تحليل مجانية، وقبل ما يمشوا عملوا علامات على بعض البيوت، ومن ضمن البيوت اللي علموا عليها الإسعاف دي هي بيوت الضحايا. الغريب بقى انهم لما سألوا الصحة قالوا ان مفيش حاجة زي دي حصلت، وان عربية الاسعاف دي مش تبعهم. كده القضية اتعقدت زيادة. واحد من الناس اللي كان متأكد من براءة محمد المحامي طلعت السادات، واللي اتبنى الدفاع عن محمد بدون اي مقابل، وكانت خلاصة المرافعة ان محمد مش المجرم الحقيقي، وان في ناس تانية مسؤولين عن الجريمة دي مش واحد بس. لان محمد ازاي يقتل 10 ضحايا ويمثل بالجثث بتاعتهم في مدة زمنية قصيرة من غير ما حد يحس بيه؟ وبكده القضية تم تلفيقها بالكامل لمحمد لوحده. طلعت السادات وقتها حاول يلفت نظر القضاء لأن اللي ورا القضية دي حد مهم في البلد، تم التستر عليه بالاتفاق مع كل الجهات المسؤولة. كمان طلعت السادات أثبت عن طريق تحليل طبي إن محمد بكامل قواه العقلية، وإنه مش مريض نفسي زي ما قال الأمن عليه. ده غير فردة الجزمة اللي لقوها ما كانتش مقاس محمد نهائي، يعني فردة الجزمة دي أصلا كانت لحد تاني خالص. وتم تحويل القضية للمحاكمة وكان بيتابعها كل الناس في الوقت ده. ده غير التقرير اللي طلع ان قرنيات العين للضحايا مش موجودة، وده حصل عن طريق فريق طبي. والمحكمة برأت محمد من كل التهم الموجهة إليه، وان اعتراف محمد كان اعتراف تحت التهديد ليه ولأسرته. اعترافي لشخص ذاتي انتحار. أساليب التعذيب اللي استعملوها معايا أجبرتني إن أنا أعترف بجريمة أنا ما عملتهاش. من المستحيل ولا أي بني آدم مهما خلق إنه يقدر يرتكب هذا الحادثة بأي إنسان بمفرده، مش ممكن. وانتهى الموضوع ان وزير الداخلية السابق امر بترحيل محمد للامارات، ووصله على شغل هناك هو وابوه واخوه علشان ما يرجعش مصر تاني. واتقفلت القضية على كده من غير ما حد يعرف مين اللي عمل الجريمة. فانت من رأيك ومن خلال القصة دي مين كان مسؤول عن الجريمة دي؟ وهل هي فعلا تجار آثار أم بيع أعضاء؟ لو عجبتك القصة ما تنساش تشترك في القناة وتدينا لايك، ويلا سلام عليكم في فيديو جديد.